من الناس اللي بشرتهم تبان نظيفة جدا بس أول لما تقربي للمراية بتلاقي فيها فساتيس أو حبوب تحت الجلد. انت عندك مشكلة محدش بيشرحها صح وعلاجها بسيط جدا بس لو اتعمل صح. هقولك النهاردة على الطريقة اللي جربتها مع عملاء كتير خلت بشرتهم صافية جدا ونفعت معاهم فعلا. بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. انت مش فاهمة ان الحبوب اللي في بشرتك دي مش حبوب عادية، عشان كده كل اللي جربتيه قبل كده ما جابش اي نتيجة. حتى اخر كارثة عملتيها لما حطيتي النيزابيكس على بشرتك وبهدلها اكتر معالجها. طيب تحليها ازاي؟ هتقسمي الحل ل3 خطوات: غسول، مرطب، مقشر. اول خطوه وهي الغسول. عايزاكي تبقي عارفه انك ما ينفعش ابدا تستخدمي غسولات كل يوم تنشف بشرتك بالطريقه دي. هاتي غسولات لطيفه جدا تناسب نوع بشرتك سواء كانت حساسه او لا. لو بشرتك حساسه هاتي غسولات جنتل زي دول. طيب لو مش حساسه هتجيبي غسولين: غسول تستخدميه مرتين في الاسبوع ويبقى فيه ساليسيليك اسيد واحماض مقشره، والغسول التاني هيبقى لطيف جدا تستخدميه كل يوم وهيناسبك في الشتاء. تاني خطوة وهي المرطب، ودي خطوة مهمة جدا لبشرتك مش رفاهية خالص. هتختاريه حسب نوع بشرتك. لو مش عارفة تختاري واحد من اللي موجودين في السوق شوفي الفيديو ده. تالت خطوة وهي التقشير، ودي خطوة مهمة جدا وأهم خطوة في علاج الحبوب دي. في نوعين من التقشير: التقشير الفيزيائي وده تقشير بالحبيبات وده اللي استخدمته مع البنوتة دي. انت كمان ممكن تستخدميه لو بشرتك مش حساسة او انت متعودة على التقشير بالحبيبات. هتستخدميه مرتين في الاسبوع على الاماكن اللي فيها حبوب. اما النوع التاني وهو التقشير الكيميائي، ده بتستخدميه لو بشرتك حساسة او انت مش متعودة على التقشير بالحبيبات. لو بشرتك حساسة ممكن تجيبي الازادرم او حتى سيرامات الازيليك اسيد وتستخدميه زي ما قلتلك قبل كده في الفيديو ده. لو مش حساسة ممكن تجيبي سيرامات الساليسيليك اسيد، هتستخدميها مرتين في الاسبوع على الاماكن اللي فيها حبوب، ومش هوصيكي انك ترطبي كويس جدا بعد التقشير ده. طب هي ليه بتظهر اصلا؟ عايزاكي تحددي معايا سببها عشان تبعدي عنه وتقلليه وما تطلعلكيش تاني. ما تقشريش بشرتك وتشيلي الخلايا الجلد السطحيه، فالخلايا الجلد الميته والزيوت تبدا تتراكم وتقفل المسام دي وتعمل لك الشكل ده. البلسم وانتي بتحطيه على شعرك بيجي على منطقه الجبهه، وعشان فيه زيوت ومرطبات قويه جدا على البشره وتقيله عليها فبتقفل المسام وتظهر لك بالشكل ده. ما بترطبيش كفايه فبشرتك بتضطر انها ترطب نفسها وتطلع زيوت كتير جدا. لا وكمان ما بتقشريش، لا بتشيلي الزيوت اللي عماله تتكون ولا خلايا الجلد الميته اللي عماله تتراكم فتظهر لك برضو بالشكل ده. او ممكن حبوب فطريه، وده بيحصل لما تتراكم الزيوت دي كلها من غير اي تقشير يبدا يتطفل عليها فطر البلاسيزيا ويقلب على الوش التاني ويعمل لك الحبوب دي. هنا بقى مربط الفرس، حل حبوب الفطريات دي مش بشامبو نيزابيكس. لو انت بقى بعد كل الحلول اللي قلتلك عليها ولسه برضو المشكله ما اتحلتش يبقى دي سببها فطريا. بدل بقى ما تجيبي شامبو وتحطيه على بشرتك تعالي اقولك ايه الحلول المناسبه للحبوب الفطريه دي. هتجيبي صابونه للفطريات تستخدميها مرتين في اليوم على المناطق دي، وجل موضعي مضاد للفطريات مرتين في اليوم على المناطق دي، وكمان ما تنسيش طبعا الغسول والمرطب بتاعك كل يوم عادي في الوقت المناسب. في خلال اسبوع واحد هتكون الحبوب دي اختفت تماما، وطبعا هنجرب الحل ده لو مفيش اي حلول تانية نفعت وفعلا قلنا ان دي حبوب فطريه. عندك المشكله دي اكتبيلي في الكومنتس، هسألك سؤالين ونحدد سببها مع بعض. وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان تشوفي الفيديو الجاي، مهم جدا وهحللك مشكله كبيره قوي في بشرتك. اشوفكم الفيديو الجاي.